أغيثوا حلب. سيظل الدم السوري النازف في حلب وغيرها على أرض سوريا دليلا صارخا على ظلم العالم الغربي وضعف العالم الإسلامي الذي لا زال عاجزا إلى هذه اللحظة عن وقف هذه المذابح والمجازر البشعة التي ترتكب في حق هؤلاء المقهورين المظلومين من أبناء الشعب السوري على مدار 5 سنوات كاملة، ولم تحرك هذه المشاهد والمذابح والمجازر لأطفالنا ولنسائنا وشيوخنا ومرضانا، لم تحرك قلوبنا. هل أصبحت قلوبنا أقسى من الحجارة؟ أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الأمن، يا مجلس الأمن الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لهم، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أما هذه المسكينة، هذه الأم والأخت والبنت التي وقفت تصرخ وتستغيث بأمتها الإسلامية والعربية، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أقول لها: يا أماه، يا أختاه، يا ابنتاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق، أودت بها عصبية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق. إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق ويأتي بعده أنفاق، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق، فلسوف يرحم ضعفك الخلاق، فلسوف يرحم ذلك الخلاق. لا تيأسي، فأمام قدرة ربنا يتضاءل الفجار والفساق. ومع كل ذلك أقول بكل ثقة: والله ثم والله ثم والله لا ينصرنكم الله جل وعلا، والله لا ينصرنكم الله، ولا ينصرن دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين، ووالله ليأخذن الله الظالمين أخذ عزيز مقتدر. وستبقى بلاد الشام قلعة شامخة للإيمان بموعود الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. أرضكم أرض الإيمان، أرضكم أرض الإيمان وأرض الرباط وأرض العز إن شاء الله جل وعلا. لا تيأسوا ولا تقنطوا أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال معاذ بن جبل: هم بالشام، هم بالشام. نعم، على أرض الشام أبناء الطائفة المنصورة على أرض الشام يكون الإيمان في زمان الفتن الذي نحياه
أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق. وأقول للظالم المجرم المستبد الذي يسفك الدماء ويمزق الأشلاء ويهدم البيوت ويدمر المستشفيات ويحطم المدارس ويحرق المزارع والأرض كلها، ورب الكعبة ليأخذنكم الله أيها الظلمة أخذ عزيز مقتدر، كما قال الصادق: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.